السلام عليكم. النهارده هقولك سر دقة البتنجان المقلي. هنعمل الطبق في دقيقتين وهقولك ازاي تعمليه ما يشربش معاكي نقطة زيت، كأنك عاملاه مسلوق، والطعم طبعا حكاية. في دقيقتين بس هتعملي احلى طبق بتنجان. اول حاجة هنجيب البتنجانة كده، هنشيل بس القمع اللي فوق ده، وبالسكينة هنشرح البتنجانة كده. طبعا هتعملي الكمية اللي انتي حباها، يعني انا ممكن انا بعمله على طول لانه ما بياخدش معايا دقيقتين. وطبعا انتي عايزه تعملي كمية هتحطيه في التلاجة، كل ما تطلعي هيبقى معاكي حلو. هنعمل التك ايه بقى عشان ما يشربش زيت؟ من جوه ومن بره رشة ملح زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبعد ما نحط كل البتنجان ومن جوه، وما تخافيش مش هيملح معاكي حتى لو ملحت الدقه. هتجيبي اي مصفى من عندك مخرمه كده، وهنحط فيها البتنجان بحيث الميه اللي بتنزل فيه تنزل في الطبق. نكون حاطه طبقه تحت، هوريكم كميه الميه يا جماعه اللي نزلت منه دي اللي بتشرب الزيت. كده البتنجان لو مهما قليتيه في زيت غزير، زيت قليل، مش هيشرب معاكي زيت نهائي. واهم حاجه يكون البتنجان معاكي يكون دبلان، ما يكونش صابح. وفي طاسه طبعا كده هنقله معاه طماطمية. عايزة تحط فلفل هقولك طبعا الطماطمية هنعمل بيها ايه. وهنا معايا هرسة فلفل باردة او سبايسي على حسب ما بتحبيها، ومعايا توم مهروس وخضرة مشكلة دي والتوم دوت انا مفرزاه، والخضرة مفرزاها تنفع معاكي وتشتغل. هتحطي طبعا التوابل المشكلة، كمون وكزبرة وفلفل اسود، وهنا طبعا حبة خل والملح تظبطيه وعصرة الليمونة. وطبعا البتنجان بيتقلي جنبي والطماطم بتكون بتتقلي. يعني دي الطريقة احسن ما تحمري البتنجان وترجعي طبعا تسبكي الطماطم. هتجربي الطعم ده بجد هيفرق معاكي جدا. مش هيعمل حموضة، مش هيعمل حرقان على الصدر ولا اي حاجة. هنا طبعا بتكون الطماطم بعد ادي طبعا التتبيلة. هجيب طبعا الطماطمية بعد ما تكون اتقلت، هتهرسيها كده على التتبيلة. هنا طعمها مش هيبقى حامض ولا هيبقى طعمها ني زي الطماطم اللي تكون نية برضو وتهرسيها، لا، طعم القلي هيفرق معاكي. وبعد كده طبعا هتجيبي التوم وتحشيه عادي زي ما احنا بنحشي. لو عاملة كمية كبيرة هتحطها في طبق تلاجة وتحطها في التلاجة. لو عاملة كمية زي ما انا عاملة كده، بحب يعني كل يوم اعمل واطلع يعني دول اصلا يعني ياخدوا معايا يومين، لان انا وجوزي بس اللي بناكله. تمام. وبعد كده اهو في طبق التقديم، واحلى هنا عليكم. واستنوا فيديوهات كتير جدا، وهتوحشوني احلى اخوات في الدنيا. قولوا لي رايكم في الكومنتات. يلا سلام.